شم النسيم مثلا ده بداية الاحتفال ببداية الربيع. ده شم النسيم ده عيد فرعوني. بنحتفل ببداية الربيع لأن الربيع هو بداية الحياة مرة أخرى، فبنلون البيض وبناكل الأسماك، وبنطلع للمتنزهات. احتلوا كما ما زالوا الشعب المصري يحتفلوا بها. بنحتفل بيها جدا. فيعني مثل هذه العادات جميلة. في المولد النبي بنعمل حلوى مخصوصة. في رأس السنة الهجرية بناكل أرز بلبن عشان تكون السنة بيضة. ناكل ملوخية عشان تكون سنة خضراء وفيها خير. فيعني كل دي المرأة هي اللي بتحافظ وبتخلي العادات دي تحاول تحتفظ على مستمرة. هي اللي بتدي طعم للحياة اليومية وبتخليها مختلفة. هي اللي تحتفظ بيها وهي اللي تخلي الجيل الجديد ياخذها من عندها.